هاعمل معاكِ النهارده كب كيكات عسل يا جماعة، قمر، قمر زيِّك كده. بُصّي الجمال والحلاوة، أنا عاملة النهارده سبونج، أنا مش عاملة كيك عادي. بُصّي الجمال، بُصّي بادوس عليها وترجع، وحاملاها بحشوة النوتيلا خرافية وهمية، وللولاد كمان هيتجننوا عليها. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله، ونسمي الله ونقول اللهم بارك. هاتي كده الدُرق بتاع الخلاط وحطي فيه 3 بيضات، وننزل ب3 أكياس من الفانيليا، وخدي كده عصرة ليمون عليهم وغطا من الخل، وخدي كل الكلام الحلو ده كده على الخلاط واخفقيه كويس جدًا، جدًا. تعالي بقى خلاص معايا لبن وزيت وسكر والدقيق كله هاعايره بنفس الكوباية، شايفة الكوباية اللي معايرة بيها؟ هانزل بقى بكوباية من الحليب اللي هو بنقول عليه في مصر عندنا هنا اللبن، هانزل بكوباية من اللبن واخفق كويس يعني خفقتين كده، وابدأ إن أنا بعد كده أنزل بكوباية الزيت. زي ما أنتِ شايفة باقول لِك هو نفس الكوباية، هانزل بكوباية الزيت وأدّي برضه كده خفقتين أفتح وأقفل، وبعد كده محضّرة جنبي كوباية وربع من السكر من نفس الكوباية، هانزل بكوباية وربع من السكر يا جماعة هتدمنوا وصفة الcupcake دي خطيرة، بجد خطيرة، خطيرة. المرحلة دي بقى لازم تخفقي كويس، لازم تتأكدي إن كل حبيبات السكر دابت تمامًا في الخليط بتاع الكيك بتاعِك. تعالي بقى نجيب كده بولة ونبدأ ننزل بقى بالخليط بتاعنا فيها، ومعايا بقى إيه، هتحتاجي من 3 كوبايات إلا ربع دقيق ل3 كوبايات على حسب نوع الدقيق بتاعِك. انزلي الأول بكوبايتين ونُص أو 3 كوبايات إلا ربع، لو احتجتِ حطي. تمام، أنا هنا حاطة 3 كوبايات إلا ربع من الدقيق، وحطيت كيس من البيكنج باودر، وبعد كده تعالي بُصّي بانزل بالخليط على مرتين علشان أبدأ إن أنا أقلبه ما يبقاش في حاجة متكتلة. جبت الكوبايات عارفين اللي هي الورق بتاعة الآيس كريم برّه، دهنتها كده دهنة من السمنة البلدي، دهنة خفيفة بالفرشة، وهابدأ أنزل فيها بالكيك، ولا بتتحرق ولا بيجرى لها حاجة ولا تخافي، امشي بس معايا كده. طبعًا، طبعًا ملحوظة مهمة جدًا، قبل ما أبدأ في الكيك بتاعي أنا مشغّلة الفرن. تعالي بقى النوتيلا هنا باقول لِك نوتيلا دريم أنا باموت فيها، بجد هي بديل النوتيلا، أي نعم سعرها يعني غالي سيكة كده شوية، بس طبعًا أرخص من النوتيلا اللي برّه، وطعمها فعلًا خطير يا جماعة، بجد يعني لو جربتوها اكتبوا لي في التعليقات إيه رأيكم فيها لإنها تستحق التجربة. خلّصت الكمية هنا سِبت 4 سادة وعملت شوية بالنوتيلا عشان الولاد عندي بيحبوها، وتدّيهم بقى واحدة كده وهُم رايحين المدرسة الصبح في الlunch box حلوة، حلوة يا جماعة. الفرن بقى على الرف الوسطاني على درجة حرارة 180، بتسيبيها لحد أول ما تشمي ريحتها، مش هادّيكِ وقت عشان كل واحد الفرن مختلف، أول ما تشمي ريحة الكيكة بتاعتِك تروحي تشوفيها وتختبريها بخلة شيش، وبعد كده بألف هنا وسيبيها كده تبرد شوية وحطيها وبتقعد معاكِ كذا يوم، بجد حكاية. أتمنى الفيديو عجبكم لايك وشير، أسيبكم في رعاية الله وأقول لكم سلام.